شحال كنت نحب القفاطن. صح ما باليش سي ماروكان. سي ماروكان. جادور سا جو لي مي اوجوردي. كيما باغ اكزومبل القفطان، انا درت مهرجان في المروك، جي ديكوفير كاين القفطان المراكشي، كاين القفطان الفاسي. بصح لو بروبليم اللي راني قاعده نشوف فيه انايا انهم عادوا يميلوا بزاف للقفطان المروكي ويخليوا لاغتني تراديسيونيل تاعنا. زمان حنا ما كانوش يشوفوا، ما كانوش حتى طب تشوف القفطان المغربي، تشوف سما حنايا ما كناش نيكزيستي. المغاربه عندهم لو موا دو كافتون، حنا اون با سا، حنا صغار باش كديري هكذا ان ديفيلي دي فوا نشوفهم يديروا دي ديفيلي افيك دي كافتون كو بون لو كافتون ديالنا ماشي ديالنا جيراننا والمغاربه قدروا يسوقوا للقفطان، حنا ما قدرناش نسوقوا للقويط والكراكو. انه مثلا اشقائنا المغاربه قدروا يوصلوا خرجوا حتى للمشرق العربي اللباس نتاعهم. القفطان مثلا القفطان هو وهذا هو الشيء اللي خلاني نغير انايا بين قوسين، الشيء اللي خلاني نغير وسون كونتي ما ننساوش باللي راهو ولا انترناسيونال، حتى لي ستار تاع هوليود عادوا يلبسوا القفطان، باللي هذيك لاتوني ولات انترناسيونال. هذا الشيء انا بدات من هذا الشيء بدات النقطه ديالي وبدات الغيره ديالي. مي قفطان يبقى قفطان مغربي. بالنسبة للمغرب نشوف عندنا القفطان أو التكشيطة. القفطان هو حتة واحدة بس التكشيطة حتتين، لا ما مش موجود عندنا في الجزائر. القفطان كما أشرت، هناك من يتنقل خصيصا أو يغادر البلاد ليقتني قفطان مغربي. مثلا المغاربة قدروا أنهم يوصلوا اللباس تاعهم للعالمية. القفطان هذا نشوفوا القفطان المغربي وصل للعالمية، عاد فيه مهرجان عالمي للقفطان المغربي مونديالمون كونو كافتون دو ماروك. اللباس التقليدي ديالهم اللي هو القفطان نشوفوه انه غزا يعني لو موند عرب وحتى يعني في لو موند الغربي. سيدي الكريم، يعني علاش حنا فنانات المشهورات نشوفوهم يلبسوا القفطان المغربي، علاه ما نشوفوهمش يلبسوا القبيلي تاعنا ولا القسنطيني ولا حتى الكراكو الديري؟ القفطان تاع المروك حاليا محل نفتخر بهذا المحلات الشابين الله يبارك في الشوارع الكبار الجزائريه. ما كانش حاجه تقليديه جزائريه، هي جايه من دول الجوار، نرفض هذا تماما. ما هو في اقتصاد، ما هو هنا يدخل الشرف في البلاد، خاطر كي نمثل امراه جزائريه كما قلنا، هي جدتي، هي يما، هي عروستي، هي بنتي، يا اخويا نمثل اللباس تاعها. صيغه تتكلم لنا ان شاء الله على التاريخ القفطان المغربي. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.